كل جماهير النادي الأهلي في انتظار مباراة الإياب اللي هتقام على ملعب القاهرة يوم السبت إن شاء الله بين الترجي والأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا. والكل بيتساءل هل الأهلي يحصد اللقب الثاني عشر أم للترجي التونسي رأي آخر ويزيد من حصيلة ألقابه ويحصد اللقب الخامس في تاريخه. كلها تكهنات وتوقعات جماهير الأهلي على أمل أن النادي الأهلي يقدم مباراة قوية ويفوز بنتيجة وأداء، على الرغم من إصابة نجم الفريق علي معلول الذي أجرى جراحة في وتر إيكيليس بعد إصابته في مباراة الذهاب بملعب رادس في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء بين الأهلي والترجي. ويستعد السويسري مارسيل كولر استعدادا قويا للقاء القاهرة بعدما أضاع الأهلي فوزا كان في المتناول على ملعب رادس. ويطمح النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني للفريق أن يحصد اللقب في القاهرة بحضور 50,000 مشجع يؤازرون الفريق. وعلى الجانب الآخر يستعد المدير الفني للترجي ميجيل جاردوزي للمباراة بعدما نجا من الهزيمة في ملعب رادس وسط جماهيره. وقال كاردوزو أن التعادل بهذه النتيجة يعطي الأفضلية للترجي في مباراة الإياب بالقاهرة، خصوصا أن الأهلي لم يسجل في تونس، ودي هتكون فرصة إننا نلعب بتنظيم دفاعي ونتجه إلى الهجمات المرتدة، خصوصا أن النادي الأهلي سيبدأ ضاغط من بداية المباراة لكي يسجل في مرمانا. ولكن هذه المباريات بتحمل طابع خاص من المنافسة حتى وإن كان أحد الخصوم ليس بحالته، ففريق الترجي ليس بالقوة الذي عاهدناه عليها مواسم سابقة، ولكن الترجي متمرس في البطولة ويحمل 4 ألقاب قارية، وهذا ما حذر منه خبراء التحليل لكرة القدم في تونس وفي مصر. لذلك على النادي الأهلي توخى الحذر من الاستهانة بالخصم أيا كانت حالته. والتشكيل الأمثل من وجهة نظري للنادي الأهلي لمواجهة الترجي هو مصطفى شوبير حارس مرمى، وظهير أيمن محمد هاني، وظهير أيسر أحمد كوكا، وقلبي دفاع رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم. أما في خط الوسط مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور، وفي خط الهجوم الثلاثي بيرسي تاو جناح أيمن، وحسين الشحات جناح أيسر، ووسام أبو علي مهاجم صريح. وقد يكون لنجم الفريق وصاحب اللقب الأغلى في تاريخ النادي الأهلي بعد هدفه الجميل في مرمى الزمالك في نهائي القرن موسم 2020 محمد مجدي أفشة، قد يكون له دورا مهما في قيادة الفريق لحصد البطولة. وأيضا على مقاعد البدلاء يوجد العديد من النجوم للنادي الأهلي أمثال أحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمود كهربا وكريم فؤاد وأنطوني موديست وكريم ندفد. هل يفعلها النادي الأهلي ويرفع الكأس الثاني عشر من دوري الأبطال أمام الترجي؟ للترجي رأي آخر.